في لقاء حصري مع نشرة الإفتي هاني رمسيس عضو اللجنة السياسية باتحاد شباب مسبيرو. طبعا هاني رمسيس من ضمن الناس اللي كانوا معانا من أول يوم في الاعتصام، وهيكون معانا لحد ما تتأكد وتتحقق كل المطالب الإفتية من اعتصام مسبيرو. أستاذ هاني رمسيس، كان سؤالي لحضرتك، شايف الآباط في مطالبهم المشروعة قدام مبنى مسبيرو، شايف إن هم هيتحقق لهم هذه المطالب ولا مستبعد ليهم من تحقق مطالب المشروع ديت؟ ليه لا؟ يعني الخطوه اللي قام بها سياده رئيس وزراء مصر بعمل ورقه عمل محترمه جدا. يعني احنا في كفاحنا في القضيه القبطيه ما قبلنا واللي هيجوا بعدنا، وكفاحنا احنا ما كناش بقالنا سنين بنتكلم على قانون دور العباده. قرار من مجلس الوزراء ان قانون دور العباده يصدر في خلال 30 يوم. كنا نتمنى صدور يعني قانون ضد التمييز، ويصدر قانون وعد بصدور قانون ضد التمييز. وتعبير تمييز تعبير مستحدث على القانون المصري، تعبير فيه إضافة نوعية لصالح القضية القبطية. خد بالك إن الولاد لما تروح تقدم لابنك في مدرسة مصرية وأنت بتقدم لهم، لو رفضوا الولد يقبلوه وقبلوا بعده طلبة تانيين عشان هو طلبة تانيين في يعني مرحلة تانية، فأنت تستطيع التقدم عن طريق القانون الصادر ضد التمييز دوت، إنك تعمل لهم محاضر بإن هم ميزوا في اختيار في دخول الأولاد للمدرسة. فصدور القانون ضد التمييز يفتح لك بقى قصة المعيدين ورؤساء الجامعات والمحافظين، كل ما هو ضد التمييز. فدي خطوة تانية، يفتح لك التحقيق في الخمس قضايا من ساعة كنيسة القديسين مرورا بأبو رقاص وصول وإمباب وأسوان إلى إمباب. بص، احنا بطبعنا يعني بنميز الأمور إيه الإيجابي وإيه السلبي، تمام؟ وافق على فتح الكنايس بدراسة كل حالة على حدة، ده مش إيجابي قوي بس في خطوة للأمام، تمام؟ من أخطر السلبيات اللي احنا شايفينها واللي هي تستحق الاهتمام من رئاسة الوزراء بصراحة، إذا كان رئاسة الوزراء طبعا تملك هذا القرار، لأن أظن القرار اللي هقوله دوت في إيد المجلس العسكري، إخراج الأولاد المعتقلين. يعني 34 معتقل ما بين اعتصام مسبيرو السابق، ما بين أبو رقاص، ما بين مرورا ووصولا إلى إمبابة. إمبابة دي فيها عدد معتقلين كبير جدا، يعني لحد دلوقتي كل يوم بنسمع رقم 25 23 8، يعني في أرقام مختلفة بنسمعها. كل الأولاد المعتقلين دول بدون ذنب عملوه، لا يعني اطلعوا. 2 معروف بشكل واضح للناس كلها وللعامة وللكافة، تمام، وللمثقفين وللجهلاء، مين هم الشيوخ المحرضين على الفتنة اللي وصلتنا لحد أحداث إمبابة. يتم محاكمتهم طبقا للقانون، يجب محاكمة شيوخ الفتنة دول. إذا استمروا ستظل مصر محترقة. الناس دول يملكون سياسة الأرض المحترقة، يعني بيلعبوا على سياسة الأرض المحترقة. هو حرق صول، اتحرك بيحرق إمبابة، شوية هيحرق محافظة تانية والتالتة ومنطقة تانية داخل القاهرة، وهكذا سياسة الأرض المحترقة هم شغالين عليها عشان يوصلونا في النهاية إن يجي حد من أحد شيوخ السلفيين المشهورين يتدخل ويحل المشكلة، يبقى رئيس مصر سلفي. فإذا ما تمش القبض على الناس دي ومحاكمتهم، وإذا ما تمش خروج الأولاد دول، أظن اعتصامنا مستمر وأظن حقوق الأقباط منقوصة. طيب، بحضرنا النهارده لمؤتمر الآباط وسمعنا كلمات جميلة وراقية وطبطبة. هل ده يرضي مطالب الأقباط أم هي لا تخرج عن كادر الكلمات المرحبة للجميع؟ شاف خطاب سياسي جوه كده منمق، والسادة وزير السياحة منفخ عبد النور وبعض الشخصيات العامة وبعض الشخصيات السياسية. أنا عاوز الناس تتلم كده على بعضها كده وتطلع في أتوبيس شيك أو بعربياتها تمشي لحد الاعتصام، تشوف ثورة أقباط مصر اللي ابتدت من الاعتصام اللي فات، ثورة البسطاء والطبقة الوسطى. أنا الحقيقة سميتها كده لأن كل الميسورين في مصر أظنهم شافوا إن من التهريج إن الأقباط يقفوا في الشارع ويعملوا المشاكل دي إلى آخره. أنا شايف ثورة الأقباط اللي في المسبيرو هي ثورة الطبقة الوسطى وثورة البسطاء اللي هم عانوا من التمييز وعانوا من الاضطهاد وعانوا من سوء المعاملة
وعانوا من حرق كنايسهم، وعانوا من خطف بناتهم، بيسكنوا المناطق الشعبيه، بيسكنوا المناطق المتوسطه. الناس دي اللي تعبانه، هي دي الناس اللي تعبانه. انا يعني المؤتمر طبعا جهد لا يمكن ان الواحد يقلل منه، لكنه جهد في قاعات ذات الالوان الزاهيه والياقات البيضاء، لم تلوث بتراب اعتصام المتوسطين والغلابه. دي ناس فعلا مطالبها حقيقيه ومعاناتها حقيقيه. يعني احنا قاعده، يعني القعده لطيفه جدا وجو لطيف وفي تكييفات. الناس في الشارع دي بتتكلم على ازازه ميه معدنيه او الناس متبرعه بيها عشان تشرب ميه في الحر. الناس واقفه من الصبح، يعني النهارده الجمعه الناس واقفين من 9 الصبح ابتدوا يتوافدوا بالالاف الاعتصام. انا مشفق عليهم، يعني انا شخصيا بقف في المسرح مشفق على الناس ديت. انا لو واقف في الشارع المده دي كلها كان جات لي ضربه شمس. الناس دي ناس عظيمه، الناس دي تستحق الناس دي كلها تنزل لها وتهتم بيها وتتضامن معها امام كافه الجهات المسؤوله اللي تقدر تحقق مطالبها. تمام. طيب لو حضرتك دلوقتي هتدي رساله في شكل مداخله هنا للميدان الرئيسيه اللي عليها كبار شخصيات في هذا المؤتمر، تديهم رساله تقول لهم ايه؟ سأكلمهم بلغه الثوار التي تعلمتها في شارع مسجد، واقول لهم أرجو إغلاق الميكروفون والتحدث والخروج في مسيرة إلى الشارع، فما نفعله داخل هذه القاعة لن يترك أثر بالسلطات ولن يترك أثر بأصحاب القضية المتواجدين في شارع مسجد. تمام. احنا بنشكر ناشط القبطي وعضو اللجنة السياسية باتحاد شباب مسبيرو هاني رمسيس، وبندعو معاه مش بس أقباط المهجر الموجودين معانا هنا في المؤتمر، بندعو معاه كل المصريين الليبراليين المحترمين المعتدلين أن يشاركونا في اعتصام مسبيرو الآن، والذي لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب المشروعة للأقباط. شكرا لكم.